Love and Leashes. بيبدأ معانا بواحدة اسمها جيو وبتحكي عن إن مفيش اتنين بيتقابلوا إلا لو واحد فيهم اتحكم في التاني، وبيكون في واحد جديد في شغلها اسمه جيهو، وبتكون أسمائهم متشابهة جدا، وجيو بتتناقش مع مديرها اللي بيقول لها إنها مش رقيقة وبتسكت ومش بترد، فبيدافع عنها جيهو، وبيرد المدير إن ده كان اختبار ليه عشان يعرف رد فعله، وبيروح في الاستراحة يتكلم مع جيو عن الشغل، وبتقول لها صاحبتها إنه شكله معجب بيها، فبتقول لا طبعا مفيش الكلام ده، وبتحكي لمامتها عليه وبتقول إنه لطيف، فبتنصحها مامتها إنه ما ينفعش تاخد الخطوة الأولى أبدا ولازم تستناه هو اللي يبدأ، وبيروح جيهو ياخد طرد بتاعه، لكن بيعرف إن جيو أخدته وفاكرة إنه بتاعها، وبيكون في طوق غريب وبيجري جيهو يشده منها، وبيكون محرج جدا وبيقول لها إنه بتاع كلبته، فبتسأله نوعها إيه وبيرد بتوتر، وبياخد منها العلبة وبتقع عليهم، وبيخبي الورقة اللي في العلبة منها بسرعة، ومش بيكون عارف يبص في عينها طول اليوم، وبيروح البيت وبيتكلم مع مجموعة من صحابه وبيسألهم يعمل إيه مع جيو، وبينصحوه إنه يتعامل على طبيعته، يمكن هي كمان عندها نفس الميول. وبتشوف جيو المحل اللي كان باعت الطرد، وبتيجي مامتها تقول لها تمشي، وتاني يوم بيكون في حفلة في الشغل وبيسأل عنها، وبيروح محل أدوات وبيبعت لها رسالة إنه آسف، وبيلاقي إنها داخلة المحل، فبيلبس حاجة على دماغه عشان يستخبى وبيقع، فبتيجي تساعده وبتلاقي إنه جيهو، وبتاخده المستشفى عشان تتأكد إنه كويس، وبتسأله عن الرسالة، فبيشرح لها إنه متشكر إنها ما قالتش لحد، وبتتأسف له وبتقول له أنا عندي ميول إني أكون شخص متسلط في الشغل، فبيفهمها غلط وبيقول لها أنا كمان عندي ميول وعايزك تزعقي فيا على طول وعامليني زي كلبك، فبتشرح له إنه ده ما كانش قصدها ولا ده اللي كان في دماغها، وبتقول له يعني الطوق كان ليك، وبتروح تعمل بحث عن حالته وإزاي ممكن تتعامل معاه، وبتسألها صاحبتها مالك، فبتحاول تحكي لها بطريقة غير مباشرة، وبتسألها صاحبتها طيب أنت عاجبك شخصيته، وبتقول لها آه، وتاني يوم في الشغل بيكون باصص عليها طول الوقت وبيروح يتكلم معاها، ولكن بترفض إنه يمشي معاها، وفي عشاء الشغل بتقعد قدامه وبيكون بيعمل جيهو الأكل، وهي ماشية بتسمع صوت حد بيعيط وبيكون هو، فبتروح تسأله بيعيط ليه، فبيقول لها إنه معجب بيها وإنه قبل كده كان بيحب واحدة وسابته عشان ميوله، فبتقول له إنها بتتجاهله من الصبح مش عشان هي شايفاه وحش، بس عشان ما يحسش إنه متضايق، وبيسألها ممكن تكوني الست اللي بتأمرني بكل حاجة، فبترفض. وتاني يوم في الشغل بتشوف بنات كتير معجبين بيه وبتغير عليه، وبتبعت له رسالة يقابلها في أوضة الاستراحة، وهناك بتديه حاجة يحطها على عينه وبتقفل الباب بالمفتاح، وبتسأله عن نفسه وليه معجب بيها، وبعدها بتقرر إنها هتدخل علاقة معاه، بس علاقة مختلفة، هي هتتحكم في كل حاجة بيعملها، وبيقول لها إنه بيحب نظرتها وإنها مهتمة بتفاصيله، وبتأمره يشيلها الشمسية بسبب المطر، وبترجع البيت بتقرا عن الموضوع أكتر، وهو بيكون مبسوط إنها وافقت تكون معاه. وتاني يوم بتحط قواعد لعلاقتهم، وبتديله نضارة جايبها له هدية، وبتخليه يمضي عقد على القواعد اللي هيحطوها، وبيوصلها الأماكن اللي هي عايزاها. وفي الشغل بيكون شخص مختلف تماما وصارم لدرجة إنها بتبص له باستغراب لما بيتكلم، وبيعاملها مديرها بطريقة رخمة. بعدها بياخدها جيهو في عشاء عشان عيد ميلادها، وبيجيب لها هدية جزمة وبيلبسها لها، وبيقول لها إنها مهمة جدا في حياته، وبترجع البيت تقيس الجزمة وبتكون عاجباها، وبتوري صاحبتها صورتهم في العشاء، وبتنصحها صاحبتها إنها لازم تعترف إنها معجبة بيه. وبيجي متدرب جديد وبتكون جيهو مدربته، وبيغير عليها جيهو، وبنشوف إنهم كل يوم بعد الشغل بيقضوا وقتهم مع بعض، بس في الشغل هم ناس طبيعية وكأن مفيش أي حاجة بينهم، وطول الوقت بيكون غيران من المتدرب الجديد ولكن مش عارف يتكلم، فبيروح يسأل المتدرب الجديد لو هو متضايق من طريقة جيهو معاه، ولكن بيرد المتدرب إنه حابب الموضوع ده فيها، فبيتضايق جيهو أكتر، وبيتكلم مع جيهو وبيقول لها إنه غيران من طريقتها مع المتدرب، فبتقول له أنت مش واثق فيا، وبتتعصب عليه وبتشتمه، وبيجي الأمن فبيستخبوا منه، وبيخرجوا يركبوا العربية بسرعة، وبيتصالحوا، وبتروح تفكر فيه. وتاني يوم بتتصل بيه وبيروحوا الشغل، وهناك بيسأل المدير لو في حد فضل في المكتب لوقت متأخر، بس بيقولوا لا، وبيكونوا قاعدين مع بعض، وبتتصل بيه حبيبته القديمة، لكن بيخبي الموبايل منها، وبيحكي لها انهم سابوا بعض من زمان. بعدها بنشوف انها بدأت تزهق من علاقتهم، وبتصحى تاني يوم تجري وبتقابل واحد صاحبها وبيسلموا على بعض وبيمشوا، وبتتصل حبيبة جيهو القديمة بيه تاني وبتقول له انها عايزة تشوفه وبيرفض، وبيروح يخرج مع جيهو وبيحطوا اساور في ايد بعض، وبيروحوا ياكلوا وبتبدأ تأكله هي، وبتكون صاحبتها مع واحد وبيحاول يدخل معاها علاقة غصب عنها، وبتطلب جيهو من جيهو انهم يدخلوا في علاقة حقيقية، وبتتصل بيها صاحبتها عشان تلحقها، وبيرفض جيهو انه يدخل علاقة حقيقية مع جيهو. بعدها بترد على صاحبتها وبيروحوا بسرعة عشان ينقذوها، ومش بيلاقوا المفتاح عشان يفكوا الاساور، وبتروح تلاقي صاحبتها ضربت الراجل وربطته، وبيروحوا يوصلوها. وبالليل بتقعد تفكر جيهو انها اترفضت، وبيجي لها اشعار ان فاضل اسبوع وينتهي العقد اللي بينها وبين جيهو، وبيفتكر جيهو لما حبيبته القديمة سابته. وبالليل بتحكي جيهو لصاحبتها كل حاجة وبتحاول تهديها. وتاني يوم في الشغل بتحاول واحدة تاخد منه النضارة ولكن بيرفض، وبتشوفوا جيهو وبيمشوا جنب بعض من غير ما يسلموا على بعض، فصاحبتها بتسألها انتوا متخانقين ولا ايه، وبتودعوا في اخر اليوم وبتمشي، وبتبعت له رسالة ان بكرة اخر يوم هيخرجوا فيه مع بعض. وبيحضر هو العشاء، ولما بيفتح الباب بتكون حبيبته القديمة، بس هو مستني جيهو وبيحاول يمشيها لكن مش بترضى، وبيبداوا يتخانقوا، وبيقول لها انا بسببك مش عارف احب حد تاني او ادخل في اي علاقة، وبيرن موبايله، فبتبدا حبيبته القديمة تكسر اطباق الاكل كلها، وبتقول له انه عمره ما هيكون شخص طبيعي، وبتمشي. وبتشوف جيهو بعدها بتدخل لجيهو وبيتكلموا عن حبيبته القديمة، وبيشرح لها انه عايز يكون في علاقة معاها ولكن هو خايف، فبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم مش بتروح الشغل وبتقعد مع مامتها وبيكون شكلها مكتئب، فبتحاول مامتها تعرف مالها، وبيروح جيهو يتكلم مع صاحبه
وبيحكي انه حاسس انه بوظ حياة جيو وانه زعلان، وبتنصحه يثق في قلبه عشان يعرف يقرر هو عايز ايه. وبيكون المتدرب قاعد في الشغل بيشوف ان في تسجيل صوتي لجيو وجيهو وهم مع بعض، وفي الشغل كل الناس بيتريقوا عليهم، وبيتصل بيها جيهو لكن مش بترد، فبيقرر يروح لها البيت بس مامتها مش بتدخله، وبيفضل قاعد في البيت ندمان على اللي عمله فيها. وتاني يوم في الشغل بيكون في اجتماع عشان الجلسة التأديبية، وبيدافع عنها جيهو في الجلسة وبيعترف بميوله، وبيقول انه بيحب جيو وعايز يكون في علاقة حقيقية معاها ومش مهتم لو طردوه ولا لا، وان هي احسن حد هو يعرفه. وبيسأل جيو لو تقبل تكون معاه، وانه بغض النظر عن اي حاجة هو بيحترمها وبيحبها، فبتوافق. وفي الاخر مش بيطردوا من الشغل لانهم بيقنعوهم انهم مش غلط، وبينزلوا هما ماسكين ايد بعض، وبتبعت جيو تسجيلات لمديرها ولرجالة تانية لكل الشغل عشان تنتقم منهم. وبتحكي جيو في اخر الفيلم ان مهما كانت شخصيتك ايه هيجي شخص ويغيرها، وان هو ده الحب الحقيقي.